الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا وسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة افترسوا ولا تختلفوا وسط الخلل صلي فرض الصبح ركعتين واستقبلكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد من السماوات ومن الأرض. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم الشورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فلا تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من ولا ينسى بعد تبارك ربنا فلك الحمد نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بك من شر فتن العين وأعوذ بك من شر فتن المسجد السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان 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 الله الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini kita insyaallah akan mendengar beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran mengenai celaan terhadap sifat bakhil atau pelit. Ayat-ayat Al-Quran mengenai kebakhilan. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Keterangan ayat ini telah diketengahkan dalam bab 1. Dalam ayat ini telah dinyatakan bahwasanya orang yang tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah berarti telah menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan dan kehancuran. Sebagaimana telah diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhum secara terperinci, orang yang mengumpulkan harta berarti menginginkan kebinasaan dan kehancuran bagi dirinya. Akan tetapi berapa banyak manusia yang tahu bahwa perbuatan ini merupakan penyebab kebinasaan dan kehancuran, lalu menghindarinya dan tidak mengumpulkan harta. Adakah penyebab yang lain selain kelalaian telah menutupi hati mereka? Ayat kedua, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan kalian dengan kemiskinan, maksudnya menakut-nakuti, jika kamu bersedekah, dan menyeruh kamu berbuat kejahatan. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan jika kamu bersedekah, dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan dan karunia-Nya, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 268. Keterangan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, dalam diri manusia ada satu syaitan yang bekerja dan ada satu malaikat yang bekerja. Pekerjaan syaitan adalah menakut-nakuti dengan keburukan. Misalnya, jika kamu bersedekah, kamu akan jatuh miskin dan sebagainya, dan mendustakan yang benar. Dan pekerjaan malaikat adalah menjanjikan kebaikan dan membenarkan yang hak. Barang siapa mendapatkan yakni pikiran tentang perkara yang baik, maka anggaplah itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah. Dan barang siapa mendapatkan sesuatu yang lain, atau maksudnya pikiran kotor masuk dalam hati, maka mintalah perlindungan dari Allah dengan godaan, maka mintalah perlindungan dari godaan syaitan kepada Allah. Setelah itu Rasulullah SAW membaca ayat suci ini dari kitab Mishkat. Maksudnya Rasulullah SAW membaca ayat ini untuk menguatkan sabdanya tersebut. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya syaitan menakut-nakuti dengan kefakiran, mendorong berbuat keji dan berkata yang kotor. Inilah yang dimaksud mendustakan yang hak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya dalam ayat suci itu ada dua perkara dari Allah Subhanahu wa taala dan dua perkara dari syaitan. Syaitan menjanjikan kefakiran dan memerintahkan kemungkaran. Ia berkata, jangan membelanjakan harta, simpanlah dengan hati-hati karena kamu pasti memerlukannya suatu saat nanti. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan atas dosa-dosa dan menjanjikan bertambahnya rezeki bagi orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dari kitab Durrul Mansur. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi berkata, orang hendaknya jangan terlalu sibuk memikirkan yang akan datang dan apa yang akan terjadi jika Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menjanjikan mereka tentang rezeki. Hendaklah ia meyakini dan memahami bahwasanya mengkhawatirkan keperluan pada masa datang adalah bisikan syaitan.
Sebagaimana telah disebutkan dalam ayat ini, syaitan selalu membisikkan dalam hati manusia berupa kekhawatiran. Jika kita tidak mengumpulkan harta, maka pada waktu kita sakit atau sudah lemah dan tidak mampu bekerja atau datang keperluan yang mendadak, kita akan berada dalam kesulitan sehingga kita akan repot dan menderita. Dengan pikiran seperti itu, syaitan telah memerangkap orang ke dalam kesusahan, penderitaan dan ketakutan pada saat itu, dan ia akan terus-menerus berada dalam penderitaan tersebut. Kemudian syaitan akan menertawakannya. Orang bodoh ini sedang terperangkap dalam penderitaan yang sebenarnya, yakni takut akan penderitaan yang semu. Dari kitab Ihya Ulumuddin. Demikianlah setiap waktu ia resah memikirkan bagaimana mengumpulkan harta, dan kekhawatiran tentang masa depan selalu menghantuinya. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang memperingatkan kita tentang bahayanya kebakhilan atau sifat kihir. Insya Allah dari apa yang kita dengar, tapi kita ambil pelajaran untuk kita amalkan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم الحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.